في مثل بيقول لك المنحوس منحوس حتى لو علقوا على راسه فانوس. طبعا انت مستغرب انا بقول المثل ده ليه. لو انت مش من مشجعين نادي الزمالك فانت اكيد هتبقى متوقع ان الزمالك هيخسر بسكور من نادي النصر، وهيضل طول الماتش مزنوق في ال18 بتاعه. بس اللي حصل في الماتش غير كده تماما. الزمالك كان هو الافضل وهو الاخطر في المباراه، فعندنا كلام كتير قوي هيتقال على الماتش. فحط اللايك الجميل بتاعك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا الحلقه. في البدايه كده هنتكلم عن المجموعه اللي وقع فيها نادي الزمالك، علشان لو في حد ما كانش متابع البطوله العربيه من الاول. الزمالك وقع في المجموعه مع نادي النصر السعودي والشباب السعودي والاتحاد المنستيري. الزمالك في اول مباراه ليه في البطوله كانت قدام الاتحاد المنستيري. قدر ساعتها الزمالك انه يكسب الاتحاد المنستيري 4-0 ويتصدر المجموعه بعد تعادل النصر مع نادي الشباب. في المباراه الثانيه للزمالك الزمالك خسر 1-0 من ركله جزاء كان عليها الجدل قدام نادي الشباب. واسوأ حاجه في البطوله هي الحكام. بعد ما الزمالك خسر 1-0 من الشباب السعودي وفاز النصر السعودي على الاتحاد المنستيري 4-1، اصبح الزمالك ثالث المجموعه وبقى مطالب دلوقتي انه يفوز على النصر عشان يقدر يتاهل لدور ربع النهائي. فالزمالك دخل المباراه قدام النصر وهو المطالب بتسجيل الاهداف. الزمالك لعب بتشكيله 3-2-4-1 في حراسه المرمى محمد صبحي، وخط الدفاع محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد والمسلوسي. قدامهم الاثنين في نص الملعب فتوح ودونجا اللي عليه علامه استفهام كبيره جدا، واربعه تحت المهاجم شيكابالا وعمرو السيسي وعمر جابر وزيزو، والمهاجم كان سيف الجزيري. الزمالك نزل الشوط الاول وهو الاخطر وهو اللي ضاغط وهو اللي ماسك الكوره اكتر. في الدقيقه 5 سيف الدين الجزيري بيسجل الهدف الاول للزمالك، ولكن الهدف بيلغى بداعي التسلل. فيقوم النصر يحب يرد على هجمات الزمالك، فمن رمي التماس الكوره تتلعب لتاليسكا من لمسه واحده يحطها تشيب من فوق مدافعين لغريب ويحطها هدف، ولكن يلغى الهدف بداعي التسلل. فالماتش بادئ سخن واهداف ملغيه هنا وهناك، وكل ده اصلا لسه ما كملناش 10 دقايق. وفي الدقيقه 32 فكره متدربين عليها لعيبه نادي الزمالك، ضربه ركنيه تتلعب لعمر جابر وعمر جابر يرفعها على البعيده للجزيري بس الحارس بيصدها. وفي الدقيقه 39 النصر يحب يرد على هجمه الجزيري اللي ضاعت، عبد الله ماضي يحط ضربه راسيه في ظل غفله في دفاع نادي الزمالك، ولكن محمد صبحي يتالق ويصدها. الزمالك ده انه ماسك الكوره وتصويبه من فتوح بتخبط في دفاع نادي النصر وبتروح جنب العارضه، وراسيه من السيسي بس بتروح بعيد عن المرمى تماما. وفضل الحال زي ما هو لحد نهايه الشوط الاول. في بدايه الشوط الثاني يدخل ساديو ماني كبديل في اول لقاء ليه مع نادي النصر. بدا النصر بعد نزول ساديو ماني يبقى هو ماسك الكوره اكتر ويبقى هو الاخطر كمان، ومن اول لمسه لساديو ماني بيعدي من المسلوسي، فالمسلوسي ما عندوش حل لايقاف ساديو ماني غير ان هو يمسكه من التيشيرت علشان بعد كده ياخد انذار. ومن عرضيه مرفوعه مسطره من فتوح للجزيري، الجزيري بيحطها في المرمى ولكن الكوره بتيجي في ايد اليكس تيليس، وبعديها الحكم يروح يشوف الكوره في الفار ويحتسب ضربه جزاء للزمالك علشان زيزو يخش يسجل الهدف الاول للزمالك. وبعد ما الزمالك سجل هدف وبقى هو المتفوق، اصبح النصر دلوقتي هو المضطر للهجوم وتسجيل هدف علشان يقدر يتاهل في ظل تفوق الشباب على الاتحاد المنستيري. بدا لعيبه الزمالك تتراجع للخلف وتبطئ من رتم المباراه وتعتمد على سرعات زيزو والجزيري في الامام. بس في مشكله عملها مدرب نادي الزمالك اللي طلع الجزيري بعد ما كان عامل قلق في خط دفاع النصر هو وزيزو، ومش عارف ليه هو كان سايب دونجا لاخر المباراه مع انه ولا عمل باص صح ولا كان بيعمل تدخلات صحيحه على الكوره. وانا عايز اعرف انتوا بتقارنوه ازاي اصلا بطارق حامد؟ يعني مفيش اصلا يعني مقارنه ما بينهم هما الاثنين. بعد ما الجزيري خرج بدا النصر يهاجم بصوره اكبر ويتخلى عن حذره الدفاعي. في الدقيقه 86 كونان بيرفع كوره على راس كريستيانو رونالدو عشان يسجل هدف التاهل للنصر ويخرج الزمالك من البطوله تماما. طول الماتش كريستيانو مختفي، ولكن فجاه طلع تحس ان جول كريستيانو في الزمالك كوبي بيست تماما من جول في منتخب مصر 2018. خلي بالك من العرضيه، خلي بالك من العرضيه، جول كريستيانو، خلي بالك من العرضيه. بص الغل وماله، ما يجراش حاجه يا كريستيانو، ما يجراش حاجه. يعني لك الشرف ان انت اتعادلت معانا كريستيانو. بس في ظل الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك قدم ماتش رائع وشرف الكره المصريه، والنصر يتاهل لربع النهائي وهو تاني المجموعه عشان يلاعب اول المجموعه وهو الرجاء المغربي. ودي كانت حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده تانيه باذن الله. سلام.